انتبه 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 أيها المسلم الكريم، أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء، العجز أو الخور، أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا لا لا، نحن على الحق والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دماج، وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين، ولكن هذا بلاء، هذا بلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة، وأن تتنازل عن دينك، وأن تتنازل عن مبادئك، وأن تتنازل عن أصول دينك. لا لا، كن دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل. قدم وامضي وأبلي بلاء حسنا، وما حصل فالأمر لله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هذه الكلمة الأخ الفاضل حسين الصلاحي اليافعي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان وطن نفسك للتضحية في سبيل الله. والآن نترككم مع هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا المجلس الطيب والعظيم الذي سمعنا فيه كلمات طيبة وإرشادات مفيدة، وما كنا نحب أن نقوم في هذا المقام، فإذا كثر الكلام كان للشيطان منه نصيب. إخواني في الله، إن كان لي من كلمة فأوصي نفسي وإخواني بأن نصدق الله في هذه الدعوة، وأن نخلص هذه القلوب لعلام الغيوب، وأن نغسلها من الذنوب والعيوب. فيا أهل السنة، إنكم والله على الحق ولا شك ولا ريب، وأن هذه الطريقة التي تمشون عليها لا نظير لها، فلله الحمد. يقودكم القرآن ويقودكم حديث نبيكم العدنان
عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة ليس لها رجال آراؤهم فوق القرآن والسنة، إنما من كان مع القرآن والسنة عظمناه، ومن خالفها تركناه، وإن كنا قد عظمناه أياما وشهورا وسنين لتعظيمه، فإذا خالف تركناه مهما كان ومهما كان، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا شيء أعظم من الحق أيها الناس ومعشر المسلمين. لكن علينا أن نرجع إلى هذه القلوب فنصلحها، وإلى هذه القلوب فننظر ما الذي فيها، لأنك يا أيها المسلم الكريم ربما تمضي في هذه الطريقة أياما، ولكن إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا، وإن يعلم الله في قلبك غير ذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعلموا عباد الله أن أهل السنة والجماعة مهما حصل لهم ومهما نزل بساحتهم وما حل بهم من البلاء ونزل بهم من الرزاء، فلا ينبغي لهم أن يتقهقروا، ولا ينبغي لهم أن يتأخروا، ولا ينبغي لهم من رحمة الله أن يقنطوا، بل ليعلموا أن الأمر كله لله، وأن لله عاقبة الأمور. ما حصل بنا أيها الناس فقد حصل لأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم بدر نصر عزيز ومؤزر، ويوم أحد إذا بربنا سبحانه وتعالى يبتلي أصحاب نبيه، فقتل من قادتهم حمزة، وقتل من قادتهم مصعب بن عمير، وقتل من قادتهم عبد الله بن حرام، وقتل فلان وفلان من خيرة أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وهكذا قتل 70 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصل الشدة في ذلك البلاء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكسرت رباعيته، وهكذا شج رأسه، وهكذا دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم. لكن هل تركوا الدعوة أو تركوا العلم أو تركوا الجهاد أو تركوا بغض الأعداء؟ لم يحصل ذلك الدهر، إنما حصل هذا البلاء وحصلت هذه الشدة. وكما سمعت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك النصر لتستفيد من النصر، ويعطيك بلاء لتستفيد من البلاء. فاستفاد أصحاب رسولنا أن ذلك بسبب نزول أصحاب الجبل وبدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم بسبب تلك المخالفة وبسبب ذلك النزول. فيا أهل السنة استفيدوا من أخطائكم وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم وعودوا إلى قلوبكم، فوالله ما زال الله هو الله، وما زال النصير نصيرا، وما زال القوي قويا، وما زال العزيز عزيزا. انتبه أيها المسلم الكريم أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء، العجز أو الخور، أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا، نحن على الحق والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دماج، وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين. ولكن هذا بلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطن نفسك للتضحية في سبيل الله، وطن نفسك. إن قتلت فأنت الشهيد، وإن جرحت فأنت الجريح في سبيل الله، وإن سجنت فقد مات شيخ الإسلام مسجونا، وإن ضربت فقد كان الإمام أحمد بن حنبل يضرب حتى
عليه من شدة الضرب. وإن طردت وشردت فقد كان ابن الأمير الصنعاني عايشا في تلك الجبال، قال عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة، وأن تتنازل عن دينك، وأن تتنازل عن مبادئك، وأن تتنازل عن أصول دينك. لا، قم دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل. قدم وامضي وأبلي بلاء حسنا، وما حصل فالأمر لله من قبل ومن بعد. الذين كانوا في دماج والذين كانوا في كتاف كانوا في خير، القتيل منهم والجريح منهم والمجاهد منهم والمرابط منهم. وما حصل هذا ليس بأيديهم، النصر ليس بأيديهم، عواقب الأمور ليس بأيديهم، ذلك لله وحده. ومن حكمة الله أن جعل الله بعد بدر أحدا من أجل أن يتعلم أصحاب رسول الله أن النصر من عند الله. ومن حكمة الله أن جعل الله في هذه الأيام لأهل دماج في الأولى نصرا وفي الثانية بلاء، من أجل ألا تمتلئ قلوبنا عجبا ولا تمتلئ قلوبنا غرورا. ألا فيا أهل السنة ما انتهت الحرب؟ إن الحرب لا يقودها الحوثي، إن الحرب لا يقودها علماني، هذا حرب من الأرض كلها، من جميع أعداء الإسلام يريدون محاربتنا. ألا نجتمع في مثل هذه المحاضرة، وألا نجلس في مثل هذه الجلسة، وألا نسمع مثل هذه الكلمات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا خطر على كل من كفر. ولكن أيها المسلم الكريم وطن نفسك، والأمر لله وحده، الذي نصر نوحا بماء منهمر وفجر له الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، والذي نصر هودا بريح صرصر عاتية، والذي نصر صالحا بالصيحة، والذي نصر لوطا بذلك العذاب قلب الله على قومه الأرض عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، والذي نصر موسى بالعصا. وهكذا نصر أنبياءه بجنود من عنده، سينصر أولياءه. فوطنوا أنفسكم يا أهل السنة على الثبات حتى الممات، مهما حصل ومهما نزل ومهما حل. فليس عندك استعداد أن تتخلى عن دينك، وأن تتخلى عن طريقتك، وأن تتخلى عن صلاتك وصيامك. واصبر لما نزل، واصبر وما صبرك إلا بالله. على الله توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا لن يضيع أهل الخير ولن يضيع هذه الدعوة. وكما ابتلى الله ربنا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بمقتل حمزة ابتلانا، فقتل من أكثر المناطق خيرة أهلها. ولكن هنيئا لهم، والله هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. وأقول لك أيها الأخ استعد وأعد العدة، وقوي إيمانك في قلبك. هنالك من الناس ضعف إيمانهم فنزلت بهم هممهم إلى درجة أن يخاوي عدوه وأن يعادي أخاه، للجبن ولقلة الإيمان ولضعف التوكل على الله رب العالمين. أما أنت فوطن نفسك، والحرب ما انتهت، الحرب بدأت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.